السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الفراخ البانيه في الاير فراير بكل التفاصيل، وان شاء الله يعجبكم بإذن الله. انا معايا نص كيلو بانيه. اهم حاجة لما نعمل بانيه في الاير فراير نحاول نقطعه تخين شوية، ما يكونش رقيق قوي عشان ما ينشفش مننا. فده السمك بتاعه يعني يكون ماسك نفسه تخين شوية، ما يكونش رقيق قوي. الرقيق هيبقى كويس وكل حاجة بس هيبقى ناشف. لو بتحبيه كده يبقى تمام. هتبله بالتتبيله بتاعتي اللي انا بحبها. عندي ميه بصل، وهضيف لها معلقه زبادي عشان يطريها، ونص ليمونه بيديها طعم مزز وحلو. والتوابل اللي انا بحطها هي فلفل اسود وجنزبيل بودر بس، وطبعا الملح. انا بكترش ملح لان طبعا الفيجيتار بيكون حادق شويه. هحط معلقه صغيره جنزبيل بودر، والفلفل الاسود عندي كان مخلوط على الملح عشان برضو ما يسودوش قوي يعني. انا تبلته خلاص وقعد ساعتين او اكتر. هبدأ اعمله. انا بجيب كيس وافتحه، كيس تلاجة عادي، وبحط فيه حطيت عليه فيجيتار حار، وده بقسماط كريسبي انا عاملاه في البيت برضو في الاير فراير من بواقي العيش الفينو. بواقي الفينو للولاد بشيل اطرافه كده في المدرسة وبجمعه وبعمله، وعندي كمان بقسماط وفيجيتار بارد. هقلبهم كلهم على بعض. يبقى دي عندي الخلطة اللي انا هعمل فيها البانيه بتاعي. انا ما حطيتش في البانيه بيض. انا لما جربت البيض في الاير فراير ما كانش عاجبني خالص. حسيت ان هو خلى الكفر طري وما قرمش معايا. فانا بقالي مرتين، دي التالتة بعمله من غير البيض. فبصراحة عجبني اكتر من البيض. انا قلبت كل المكونات بتاعتي مع بعض، وهاخد بقى كتلة البانيه بتاعتي اللي انا تبلتها. اهم حاجة ان انا هكبسها كويس قوي بايدي. انا ما حطيتش بيض. جربوا انكم ما تحطوش بيض في البانيه اللي هتعملوه في الاير فراير، بجد بيفرق جدا وبيطلع حلو خالص. بيبقى مقرمش وماسك نفسه. البيض مش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيخلي الكفر ده طري وبيفك. حتى انا كنت بقلبه بالماسك كده وبضغط عليه جامد، ما شاء الله ما كانش بيفك ولا اي حاجه خالص. فجربوا بالطريقه دي انكم ما تحطوش بيض، ان شاء الله يعجبكم. اهم حاجه ان انا اكبس بايدي كويس قوي، دي اهم من البيض واهم من اي حاجه. وانفض الزياده. احاول انفض الزياده عشان ايه؟ طبعا انا كل ما الطبقه دي بقت تخينه كل ما احتاج ان انا ارشها زيت اكتر. فانفض الزياده عشان ايه؟ ما احتاجش ان انا احط زيت كتير وانا برشه يعني، وانا بحطه في القلايه. تمام. هضغط كويس جدا بايدي عشان يتماسك معايا. لو اول مره بقى تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله كل كده لما افضى واعمل وصفه تشوفوها باذن الله. انا هنا كنت بجهز المكرونه اللي هعملها مع البانيه. معرفش اللقطه دي جات ليه كده بس يلا. هنا خلاص كنت عملت كل البانيه بتاعي. نروح بقى على الاير فراير. انا معايا بخاخه الزيت بتاعتي مش بستغنى عنها. البخاخه دي منها انواع، في منها انواع بينزل كده الزيت دايركت كده يعني كأنه خط مستقيم، وفي نوع اللي هو بيخليها سبراي. انا قليت فريش يا جماعة. 5.5 لتر، حلوة جدا جدا ما شاء الله عليها. شايفين نضيفة. اهم حاجة ان البنات بقى بالمرة كده واحنا بندردش وانا برص البانيه يعني، البنات اللي بيشتكوا بيقولوا القلاية ما بتنضفش، ده فيها دهون، ده متراكم فيها دهون، دي بتقشر. يا جماعة اهم حاجة بعد كل مرة استعمال ننضف القلاية بتاعتنا كويس جدا. انا هبقى اوريكم في مره ان شاء الله السفنجه اللي انا بنضفها بيها. انا كل اللي بعمله ان بعد ما بستعملها هرش بس الفيجيتار الفيجيتار طبقه الفيجيتار دي بالزيت. حاولي تحطي كميه زيت محترمه يعني مش كتير طبعا، هي مش بتاخد كتير اي. وعموما الزيت زياده بيصفي تحت. وكمان القلايه ما شاء الله عليها وفرت لي في زيت جامد. انا يعتبر ما بقتش بستهلك زيت قلي تماما يعني. هو ده زيت عباد شمس او ذره برش بيه الاكل. الحمد لله ما بقتش بستخدم زيت قلي تماما خالص. ودي اكبر نعمه واكبر فايده للقلايه، ان انا ما بدخلش جسم ولادي ولا جسمي زيوت اللي هي الوحشه دي.
انا هختار بقى برنامج من برامج القلاية، هختار برنامج الفراخ واجربه معاكم. بس على فكرة البرنامج ده تلت ساعة، هي كل اللي خدته حوالي 8 دقايق او اقل كمان. هتشوفوا معايا انا عملته على 20 دقيقة 200، فانا هشوفه كده بعد 6 دقايق. شايفين ما شاء الله كان اتحمر، وعلى فكرة الناحيتين كانوا شكل بعض لما قلبته. يعني انا هقلبه دلوقتي واوريهولكوا، كان جميل جدا جدا جدا. انا هقلبه معاكم، هتشوفوا الناحية التانية كانت برضو متحمرة وحلوة خالص. وشايفين الغلاف متماسك ازاي، ولا بيفك مني ولا بيتفرفت ولا الكلام ده كله. اللي طبعا لان انا ما حطيتش بيض، البيض يا جماعة بيخلي الغلاف طري وبيفك. شايفين متماسك ازاي، وكمان الناحيتين متحمرين. بس انا كل اللي هعمله ان انا هدخلها كمان دقيقة او دقيقتين عشان اتأكد برضو ان الناحية التانية دي اتحمرت كويس. شايفين لون جميل جدا والله العظيم، احسن من لون القلي بجد. ما يفرقش حاجة عن المقلي في الزيت غير ان طعمه اخف واحسن، وطبعا صحي. احنا كل البيوت عندنا بناكل بانيه يعني كتير جدا، على الاقل بناكله واحنا ضامنين ان هو صحي ومفيهوش اي حاجه. انا هكمل البرنامج بتاعي، وكمان دقيقتين كده هشيله. هحاول اظبط الوقت او اقلل الوقت عشان ايه هعمله على مش عارفه انا عملت وقتها على كام والله، بس هو ما خدش دقيقتين كمان. هعمله على 5 دقايق، بس هو ما خدش غير دقيقتين بالظبط، يعني انا ما كملتش الوقت خالص. هتشوفوا معايا. تمام، ده البانيه بتاعي بعد ما خرج وحطيته في الطبق. عامة انت حسب قلايتك وتابعي البني وتابعي الحاجة بتاعتك بعينك، مش هلتزم بوقت معين. ان انا ممكن قلايتي تكون سخنة او سريعة. انا هنا اعمل الدور التاني بقى، هحط برضو نفس عدد القطع. يعني هو البانيه عندي اتعمل على مرتين، والقطع ما شاء الله كانت كبيرة يعني. تمام، هعمله بنفس الطريقة وهرش عليه برضو زيت من ناحيتين. انا هوريكم دلوقتي ان اللي انا طلعته، بس هرش ده اهم يا جماعه. اهم حاجه يا جماعه رشه الزيت، واهم حاجه البخاخه دي يعني الفرشه ما بتغنيش عنها بصراحه. قبل ما اجيبها كنت بستخدم الفرشه، ما كانش بيعجبني خالص يعني. البخاخه احسن وبتوزع زيت كويس على كل القطعه، وحلوه جدا. هدخله، انا مش عارفه هعمله. ثواني بس معايا، هظبط الوقت بس بتاعي، عشان طبعا هقلل، مش هينفع موضوع 20 دقيقه ده خالص. انا هعمله على 8 دقايق زي ما الدور الاولاني خد معايا 8 دقايق. هعمله على 8 دقايق وادخله معاكم اهوت. 8 دقايق انا لسه مدخلاه، ونشوفه بقى ان شاء الله. شايفين ما شاء الله، الله اكبر عليه بجد يا بنات، والله العظيم حلو جدا وناجح. انا برايي ان القلايه دي احسن حل للبنات اللي لسه متجوزه جديد او لسه داخله المطبخ جديد. بصراحه كل حاجه بتطلع ناجحه ما شاء الله، مش محتاجه اي حاجه يعني. شايفين لونه وشكله بجد كان حلو، وتتبيلته حلوه وكان وهمي. ده اللي طلع. انا هوريهولكوا. شايفين السكينه بتقطعه بثواني، مع ان القطعه تخينه. انا هوريها لكم. شايفين ما شاء الله حلو جدا مستوي. ما كملش 8 دقايق، لا يعني اقل من 8 دقايق كمان. حلو جدا جدا ما شاء الله، انصح بيها اي حد. يا رب تجربوا البانيه بطريقتي وبالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. اهم حاجه ما نحطش بيض يا جماعه على البانيه، ونكبسه كويس بايدينا ونرشه كويس بالزيت، هيطلع معاكم تحفه بالمنظر ده. جربوه باذن الله يعجبكم جدا. ويا ريت لاول مره يشوف قناتي ما ينسيش يشترك فيها ويفعل الجرس، عشان ان شاء الله لما اعمل اي حاجه في الاير فراير او في اي وصفه عموما تشوفوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.